السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبخير وعلى خير. الشهيوه ديال اليوم هي بسطيله الدجاج واللوز من الشهيوات المغربيه العريقه. هاد البسطيله كتجي شهوه منها ولذيذه ومعلكه، وغادي نعطيكم السر ديال التعليكه ديالها. واللي داق عندكم ضروري ما غادي يطلب منكم المقادير. بالنسبه للمقادير، عندنا 2 دجاجات اللي مغسولين مزيان ومحيده ليهم الجلده، 3 كيلو ديال البصله اللي مقطعه طريفات صغار. معروف ان البسطيله كتبغي البصله بالزايد. بالنسبه للعطريه، عندنا الملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم البلدي، القرفه عواد. الا ما توفراتش عندكم القرفه عواد تقدروا تعوضوها بالقرفه مطحونه، الزعفران شعره، السمن، ثومه مطحونه، نص زلافه ديال القزبر ومعدنوس، وكاس ديال الزيت. ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخدو طنجره، غادي نوضعو فيها البصله اللي قطعناها طريفات صغار. بالنسبه للعطريه غادي نديرو 2 معالق صغار ديال الملحه، 2 معالق صغار ونص ديال السكينجبير، 2 معالق صغار ديال البزار، 2 معالق صغار وربع ديال الخرقوم البلدي، 2 دريسات ديال الثومه مطحونين، نص معلقه صغيره ديال السمن، الزعفران شعره اللي سهدته قبل غادي نحكو بين يدي، ونضيف عليهم كاس ديال الزيت. دابا نحركوا المكونات مع بعضياتها. هاد البسطيله كتجي غزاله، المذاق ديالها كيجي رائع، كتحمق. نسيت كاع ما ضفت القزبر والمعدنوس، المهم معليش نضيفهم دابا ونعاود عاوتاني نحرك من جديد، ماشي مشكل. نزيدو معلقه كبيره ديال الزبده كتعطي واحد الطراوه وكيجي الدجاج ديالنا فتي. كنحطو الدجيجات وغادي نخلطوهم مزيان حتى يشربوا العطريه، باش تدخل فيهم العطريه مزيان. ونزيدو عويدات ديال القرفه. بالنسبه اللي ما عندوش عويدات ديال القرفه يمكن ليه يدير القرفه مطحونه. نديروهم فوق النار ونبقاو نحركوهم مره على عافيه مهيله، وما نديروش ليهم نهائيا الماء لان البصله غادي تطلق لينا الماء ديالها. كما سبق لي وقلت غادي نقصوا عليه العافيه ونخليوه على عافيه مهيله، ونخليوه يطيب على خاطرو باش يشرب القوام ديالو، وحتى الدجاج ديالنا يجي فتي وبنين. البصله ديالنا طلقات الميها ديالها، هي فاش غادي يطيب لينا الدجاج، ما كنديروش نهائيا الماء. الدجاج ديالنا ها هو طاب، كيجي محمر وزوين شارب القوام ديالو. نحيدوه من الطنجره ونوضعوه في شي طبيصيل. كنرجعوا الطنجره ديالنا فوق النار وكناخدو منها زليفه ديال المرقه. ما كنهزوش البصله، كناخدو غير المريقه اللي طلقت لينا البصله وكنحتفظوا بها على جنب. من بعد غادي نقول لكم علاش احتفظنا بها على جنب. كنخليو الطنجره ديالنا فوق النار وكنبقاو نحركوا في هذيك المريقه ديالنا اولا ديك الدغميره ديالنا حتى كتوقف وما يبقاش فيها نهائيا الماء. غادي ناخذ 10 ديال البيضات، غادي نضربهم. اللي ما بغاش فيها البيض يكتفي غير بالدغميره. بالنسبه للبيض راه ما كيجيش نهائيا باين فيها، اللي داقه راه ما كيعرفش بانها فيها البيض. نرجع نطلع الدغميره. كما بان لكم خليت البصله حتى طابت مزيان وتعسلات ونشفات من الماء اللي كانت طلقت لينا البصله. نضيف ليها 2 معالق كبار ديال الزبده ومعلقه صغيره عامره وربع ديال القرفه.
بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق. انا درت زلافه صغيره، الا بغيتوا الحلاوه تقدروا تزيدوا عاوتاني اكثر، تزيدوا بالزيت. هذا كيبقى على حسب الذوق ديالكم. اللي ما بغى السكر يقدر يعوضو بالعسل، حتى هو راه كيجي زوين. نبقى نحرك فيها وهي فوق العافيه، انا ما زولتهاش نهائيا من العافيه حتى يذوب لينا السكر والزبده. ونبدا نضيف في البيض بشويه بشويه، كنضيف غير خويطات صغيورين كما كيبان لكم حتى كيتخلط مزيان، ونعاود عاوتاني نضيف. هادشي كامل كنديرو على نار تكون مهيله بزاف باش البيض ما يجيش هكا طيب ويجي لنا بحال شكل اومليت هكا، غادي يجي الشكل ديالو ولا المذاق ديالو خايب. خاص البيض نهائيا ما يجيش باين، وهذه هي الطريقه باش ما يجيش البيض باين. كما كتشوفوا كنكب غير بشويه بشويه وكنبقى نحرك. كنبقاو نحركوها، ما كنوقفوش تحرك ملي كنكونوا دايرين البيض حتى كيطيب كيولي على هذا الشكل. نرجعوا للدجاج، نحيدوا ليه العظيمات ونقيوها بحال الا كانت شي جليده ولا شي حاجه. نبقاو مستمرين حتى نكملوا. هنا عندي كيلو الا ربع ديال اللوز اللي درته في الماء طيب وفسخت ليه الجلده ديالو اولا القشره ديالو وقليته في الزيت حتى تحمر، ونطحنوه بودره على هذا الشكل. غادي نضيفوا السكر الثقيل. بالنسبه لي انا غادي نكتفي غير ب4 المعالق كبار، تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا على حساب نتوما كيفاش بغيتوا الحلاوه. نديروا معلقه صغيره ديال القرفه، ونزيدوا عليهم شويه ديال المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه ديال السكر كلاص. درت غير هذا القياس، يعني غير شويه، كيعطي واحد النسمه وواحد المذاق زوين بزاف. نحركوا هادشي مزيان. بالنسبه للسر اللي غادي يخلي لينا البسطيله تجي معلكه وما تجيش ناشفه وشاحفه هو هاد الجبانيه اللي خلينا ديال المريقه. نضيفوها اللوز ونحركوه مزيان ونخليوه على جنب. كيجي غزال غزال، المذاق ديالو كيجي روعه. هاد البسطيله كتجي فريمون واعره. دابا بقات غير المرحله الاخيره هي نقادو البسطيله. كناخدو الطاوه كندهنوها بزويته ونسرحوا فيها 4 الوريقات ديال البسطيله كما كيبان لكم، وكل ورقه كنحطوها كندهنوها بالزبده. كنحطوا من بعد العقده ديال البصله اولا الدغميره كنسرحوها على الطاوه كامله، وكنضيفوا ليها الدجاج. كنقادو، كنحاولوا ما نخليو حتى فراغات باش يجينا داكشي مقاد. ونديروا الطبقه الثالثه ديالنا اللي هي ديال اللوز، كيجي معلك وكيعطيها واحد المذاق رائع لهاد البسطيله. كونوا متاكدين وعلى يقين بانها غادي تحمر لكم وجهكم مع ضيافكم وحبابكم. صافي كنلمطوا البسطيله ديالنا غير بشويه علينا، وحنا كندهنوا، حنا كنلمطوا حنا كندهنوا بالوريقات باش يجيونا مقرمشين وزوينين وتجي التحميره ديالهم مزيانه. هنا انا سرعت الفيديو باش ما تحسوش بالملل ويكون كل شيء واضح بالنسبه لكم. دابا نقادوها من الفوق ونعطيوها شكل زويون كما شفتوا في اول الفيديو. كناخذوا ورقه ديال البسطيله كنبقاو نتنيو فيها كما كيبان لكم. كنحاول نبسط لكم كل شيء باش يكون واضح. نصايبوا وحده اخرى عاوتاني، وحنا في نفس الوقت كنقادو. كنديروا 4 بحال هكا، كل واحد كنحطوه في جهه باش يجيونا 4 مقادين، كل جوج كيشوفوا في بعضياتهم. وانا كنقاد، كنحيدوا دوك الزوائد اللي كاينين ب4 بهم ما كنخليوهمش، وكنبداو كنلمطوا فيها. ناخذوا طريف ديال الورقه ونشكلوه على شكل سينته، وهو اللي غادي نقادو به وريضه الوسط. صافي مني غادي نكمل، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده من الفوق، وغادي ندخلها للفران طيب على عافيه مهيله. ضروري العافيه تكون مهيله طيب على خاطرها باش كتحمر وكتجينا داك اللوين محمر زوين. غادي نخرجها من الفران، نزوقها بسكر كلاص. انا درت لها هنا جناب جوج درت لهم سكر كلاص، والجهه الاخرى دهنتها بالعسل ودرت عليها شويه ديال اللوز، ونزيد عليها بريوات ديال اللوز والليمون كيجيو غزالين والمذاق ديالهم كيجي رائع.
وما تبخلوش عليا بجيم الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناة، وما تنساوش تجربوها لانها كتجي لذيذه بزاف.